ليفربول ظهر بمستوى مش حلو خالص ضد توتنهام في نصف نهائي كاس الرابطة. الماتش ده كان مليان أخطاء من دفاع ليفربول، في أكتر من لقطة كانوا هيستقبلوا فيها أهداف، وأليسون بيلعب قدام الجون وصلاح بينفعل بعد هدف توتنهام القاتل في آخر الماتش. وإيه اللي حصل مع صلاح وسون؟ وإيه الحركة اللي عملتها البنت دي مع صلاح قبل المباراة وأحرجته بيها؟ وإزاي صلاح اتصرف معاه؟ وإنقاذ مدافع توتنهام الأسطوري الهدف أرنولد اللي كان هيبقى هدف عالمي. كل ده وأكتر في الفيديو ده، لكن في البداية صلي على حبيبك النبي، اعمل لنا لايك كتير واشترك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية، ويلا بينا نخش في التفاصيل. ماتش كارثي لليفربول من فترة كبيرة، ما شفتش ليفربول بالمستوى المتواضع ده. وقصاد مين؟ توتنهام. ايوه توتنهام اللي الليفر كسبوا اخر ماتش ب6 اهداف في الدوري، ولكن كل مباراة ليها ظروفها. الليفر من اول حارس المرمى أليسون اللي حكايته حكاية في اللقطة دي، لحد الهجوم اللي ما كانش بيجيله فرص اصلا من لاعيبة الدفاع ونص الملعب، كان مفيش مستوى خالص. أليسون في اللقطة دي حب يستعرض وكان بيرقص مهاجم توتنهام. هو نجح في الأولى ومشيت معاه، ولكن اتأخر كعادته يعني، فالمهاجم ضغط عليه وكان هيلبسه جون. أليسون حاول يلعب الكرة لفان دايك ولكن اتقطعت وكانت هتبقى فضيحة الموسم. كويس إن حفيظ الدراجي ما كانش بيعلق على الماتش ده، كان زمانه لسه بيضحك. يا أليسون يا أليسون ضيعها أليسون ضيعها. ليفربول بالرغم من الفرص القليلة اللي جات له، إلا إن في فرصة كان هيسجلوا منها هدف جميل من أرنولد، ولكن المدافع شالها إزاي من على خط المرمى. أرنولد طلع قاذفة من رجله ولكن المدافع شالها، وبعدها بتنقلب المباراة لصالح توتنهام اللي كان محرص طول الماتش، وهدفه إنه يوصل لآخر الوقت ويخطف هدف الفوز، وده اللي عملوه بالظبط. هدف في آخر 4 دقايق حسم الصعود لنهائي كاس الرابطة. الصراحة مش شايف أي حسنة لليفربول في الماتش ده غير كرة أرنولد دي، وحتى دي ضاعت. وفي واحدة من اللقطات الجميلة اللي قبل الماتش، وكالعادة يعني الأطفال اللي بتدخل المباراة مع اللاعيبة وتسلم على اللاعيبة، صلاح واقف بيسلم على اللاعيبة وعلى الأطفال كمان. ففي بنت صغيرة أول ما وصلت عنده عملت الحركة دي، اللي هي هزار عند الأطفال كده، مش المقصد منها السخرية ولا حاجة، ولكن هي طفلة فبتهزر مع صلاح وأحرجته بيها. بس اللي واضح على صلاح إنه ما اتحركش نهائي، وضحك جدا على تصرفها ده علشان يعدي الموقف، يعني اللي هو حاجة عادي أصلا. أنا مش شايف فيها أي إحراج ليه، وهو تصرف بذكاء برضه. هي الحركة ممكن تكون بتعبر عن حب الطفلة دي لصلاح، فبتهزر معاه زي العيال الصغيرة لما بتحب حد وتهزر معاه عادي جدا. صلاح برضه ذكي إنه ضحك ليها، يعني ما عملش أي رد فعل تاني، لأن أنا لو مكانه كان ممكن أجري وراها في الملعب كله. المهم صلاح ظهر هو وسون بعد الماتش زي كل ماتش، وكعادتهم بيتكلموا عن الكورة، وسون بيحترم صلاح جدا وهو أحد أصدقائه اللي سبق وهنوا بعض بالحذاء الذهبي لما اتقاسموه سوا في موسم 2021 ب 23 هدف لكل واحد منهم. اللقطة دي اتكررت برضه في آخر ماتش اللي خلص ب6 أهداف مقابل 3 للليفر في الدوري الإنجليزي. مش لازم تحطوا ايديكوا قدام، عايزين نسمع. خدوا الدوري يا ليفربول. شفت سكويد جيمز؟